تحياتي لكل اللي بيشوفونا واللي لسه هيشوفونا. وانا اسماء معاكم في نوديو اسماء. انا عارفه انكم اول ما شفتوا العنوان قلتوا هو ده بقى فيديو وصفه ولا فيديو فاكهه، والحقيقه انا نفسي كنت متردده، بس قلت لازم اشارك الفكره دي لانها من قلب الثقافه المصريه وبسيطه ولذيذه ومش واخده حقها خالص. النهارده بقى مش هنعمل اكله لكن هنعمل فكره نقدر نقدم بيها نوع من الفاكهه الصيفيه بشكل يليق بيها، وممكن كمان يتحول لوجبه عشاء خفيفه ومرتبه أو نقدمها كضيافة. الفاكهة دي بقى ليها كذا اسم: القوون أو الشمام أو البطيخ الأصفر، وفي كمان الكنتالوب والشهد. كلهم بينتموا لعيلة واحدة وكتير مننا بيتلخبط بينهم، خصوصا بقى في الأسماء. أنا النهاردة هقدم لكم القوون أو الشمام، وهوريكم بنعمل فيه إيه عندنا في البيت لما بنحبه ساقع كده وحلو، وطريقتنا يمكن محدش عرضها قبل كده، فتابعوا معايا خطوة بخطوة. أول حاجة هنجيب القوونة ونغسلها كويس جدا تحت المية الجارية، بعدين هقطعها نصين بالسكينة وهوريكم بقى شكلها من جوه. قلبها بيبقى مليان بالبذور. هنفضي البذور دي بمعلقة أو بإيدينا، وهنحتفظ بيها علشان ليها استخدام لطيف جدا هقول لكم عليه. وده بيبقى شكلها من جوه بعد ما فضيتها من البذور بتاعتها. ادي البذور، هنركنها على جنب وهقول لكم بقى هنعمل فيها ايه بعد شويه. بعد ما فضينا قلبها من البذور نبتدي بقى نقطع كل نص لشرائح، وكل شريحه بعد كده لمكعبات. خلي بالكم المكعبات بقى هنخلي حجمها كبير شويه، لانها لما بتسقع وتتشرب السكر بتاعها الحجم بتاعها هتلاقوه قل جدا. بعد ما قسمتها لمكعبات بنفصل القشر عن اللحم بظهر السكينه، وبتبقى سهله جدا. بعد ما قطعتها كلها هرش عليها كوباية من السكر. بالنسبة للسكر ممكن نقلل أو نزود حسب ذوقنا. نقلبه كويس وبعدين نحطها في التلاجة. هتشوفوا بقى الفرق في الحجم ما بين دلوقتي وبعد ما نسقع. لما بيسقع والسكر يدوب فيه طعمه بيبقى حلو قوي، بيبقى حكاية الحقيقة، ومرطب حلو قوي في الصيف. تعالوا دلوقتي نشوف البذور هنعمل بيها ايه. هنغسلها كويس تحت المية الجارية لحد ما تتصفى من أي حاجة ماسكة فيها. بعد ما غسلناها كويس هنرش عليها شوية من الملح ونسيبها بقى في المصفى لحد ما تتصفى وتنشف كويس. بعد ما نشفت بالشكل ده ممكن نقزقزه كده زي اللب بالظبط. بتبقى تسالي لطيفة جدا. أو نحمصه في طاسة ونقلب أثناء التحميص علشان ما يتحرقش مننا. نحطه بقى بعد التحميص في طبق ونسيبه يبرد. ففي بقى اللي بيحبه محمص وفي بقى اللي بيحبه من غير تحميص، كل واحد بقى وذوقه. وطبعا هنرجع تاني للقوون بتاعنا بعد ما برد في التلاجة، وده شكله. المكعبات صغرت شوية والسكر نزل كل سوائله. هنقدمه بقى ونغرفه في أطباق التقديم. ممكن نقدمه كده لوحده بس، أو لو عايزينه بقى وجبة عشاء خفيفة جربوا تقدموا معاه شوية جبنة كده بيضة مالحة وعيش. وأنا قلت جبنة مالحة بقى علشان الطعم يبقى متوازن ما بين الحلو والمالح، بتبقى مناسبة جدا معاه. هتبقى وجبة عشاء مختلفة وخفيفة ومميزة جدا. شاركوني بقى، هل عندكم ذكريات مع القوون وبتقدموه ازاي؟ جربتوا قبل كده تاكلوه وهو ساقع كده ومسكر مع اي جبنه مالحه؟
مستنيه بقى تعليقاتكم وتجاربكم، يا رب تكون الفكرة دي عجبتكم وفكرة اللب كمان عجبتكم، واستنوني في وصفة جديدة في نودي وأسماء، وبالهنا على قلبكم.